انا جاي اتكلم معاكم النهارده عن الامبيدد سيستمز. طيب ايه هو مجال الامبيدد سيستمز؟ هو مجال بيجمع بين السوفت وير والهاردوير بحيث في الاخر يكون سيستم هدفه ان هو ينفذ تاسك معين. وامثله عن الامبيدد سيستمز ان هي موجوده في حياتنا بشكل عادي جدا، في حاجات زي الغساله والثلاجه والتلفزيون، الحاجات العاديه. وبرضه موجوده في حاجات بسكيل كبير زي الايروسبيس والاوتوموتيف اندستري منتشره فيهم. فالامبيدد سيستمز كمجال عموما هو موجود في غالبا في كل حاجه في حياتنا، كل ما نبص في حته هتلاقيها موجوده فيه. وبالنسبة لفرص العمل في مصر على وجه الخصوص، فالسوق في مصر كبير جدا وبيكبر لسه. يعني مثلا من 2007 لحد 2010 كان في حوالي 6 شركات امبيدد في مصر، بس حاليا في 2023 في حوالي 61 شركة امبيدد في مصر. فالسوق بيكبر جدا، وده بيرجع لان المهندس المصري بشكل عام في المجال ده بالذات مستواه بيكون مختلف عن بقيه المهندسين. يعني مثلا شركه من الشركات الانترناشونال اللي ليها فروع في اكتر من دوله، حوالي 50% من انتاجها بيطلع من فروعها اللي موجود في مصر. واحنا كامبيدد سوفت وير انجينيرز في الشركه بيكون لنا اكتر من بوزيشن زي جونيور او سينيور او تيم ليدر او اركتكت، وبتشتغل في كل بوزيشن على حسب معرفتك وخبرتك وعدد سنين شغلك في المجال ده. وعلشان اقدر اشتغل في بوزيشن من البوزيشنز دي لازم يكون عندك رود ماب واضحه تقدر تمشي عليها بحيث انك تتعلم الريكويرمنتس بتاعه المجال. واحنا في الشابتر شغالين على الرود ماب بتاعتنا، وهي بتتقسم لليفلز وكل ليفل متقسم لويكس. في البدايه بنبدا ب2 ويكس عباره عن انترودكشن بنراجع فيهم شويه بيزكس وبنذاكر فيهم ثيوريتيكال انفورميشن. وبالنسبه لنا الويك بيبقى عباره عن مجموعه فيديوهات بنذاكرها او ارتكلز او شابترز من كتاب، وبيبقى في مجموعه من البروبلمز بنطبق عليها في اللي احنا ذاكرناه من المصادر الثانيه. بعد كل ويك بنطبق بميني البروجكت بحيث ان احنا نتاكد ان احنا فهمنا كل اللي فات ونقدر نانتجريت كله مع بعضه. في جزء سي بنتعلم بيزكس، بنتعلم كونديشنز، بنتعلم اللوبس، بنتعلم الاريز والسترينجز الفانكشن. وده لان لغه السي مميزاتها كتير، ومن اهم مميزاتها في مجال الامبيدد ان انا بقدر اكسس الميموري بشكل مباشر وافيشنت. وبعد كده بنتعلم الداتا ستراكشرز عشان نقدر نتعامل ونخزن البيانات زي اللينكد ليست والكيو والستاك. وبعد كده بنطبق بمشروع كبير بيجمع الداتا ستراكشر وكل اللي اتعلمناه في لغه السي. وبعد كده بنتعلم الامبيدد سي. الامبيدد سي هي مش لغه تانية، ولكن هي توظيف لغه السي في مجال الامبيدد. وبعد كده بننتقل من الامبيدد سي للانترفيسنج. بنبدا في الانترفيسنج نتعلم ازاي نقرا الداتا شيت ونقدر نطلع منه المعلومات اللي احنا محتاجينها، سواء الداتا شيت للمايكرو كنترولرز او الهاردوير اللي احنا هنستخدمها، وازاي نكتب درايفرز المايكرو كنترولرز مختلفه وبنطبق بمشاريع. وكمان بنتعلم الكوميونيكيشن بروتوكولز بحيث ان احنا نقدر نخلي تو مايكرو كنترولرز يتواصلوا مع بعض. ولما وصلنا لجزء الانترفيسنج حسينا ان الاوبن سورسز مش افضل حاجه عشان توصلنا لمستوى سوق العمل، فحاليا شغالين من دبلومه. وبنتعلم كل ده في الشابتر من خلال الرود ماب. وكمان بنوفر كوميتي ناس مهتمه بنفس المجال اللي انت بتدرسه، بنشجع بعض على المذاكره وبنتبادل الخبرات والمعلومات وبنشير opportunities. وبنعمل سيشن بنشرح فيها لبعض وبنحل فيها تريكي ام سي كيوز بحيث ان احنا نشتغل على تطوير السوفت سكيلز بجانب التكنيكال سكيلز. ودلوقتي هنتكلم عن بروجكت صغير جدا بحيث بس نوصل لكم ايه هو المجال بتاعنا او بنعمل فيه. ده بروجكت صغير جدا، هو عباره عن جراج سيستم. الهدف منه ان هو يحسب عدد السيارات اللي داخله اللي موجوده جوه الجراج في الوضع الحالي او بشكل متواصل. المشروع بيتكون من LCD، ودي بيتعرض عليها عدد العربيات اللي موجوده جوه الجراج، وبيتكون من 2 IR سنسورز هدفهم ان هما لما بيعدي من قدامهم اوبجكت فبيبدا يبعت سيجنال للمايكرو كنترولر ان في حاجه عدت، فانا ببدا اخد السيجنال دي وبشغلها عندي في البروجكت. وبيتكون من 2 سيرفو موتورز، وهم الهدف من وجودهم ان هم بيتحكموا في فتح وقفل الجراج للعربيات وهي داخله وهي طالعه. وعندي الاهم كومبوننت معايا او اهم كومبوننت بشتغل عليه اللي هو المايكرو كنترولر، وده البرين بتاع المشروع كله، هو اللي بينظم كل حاجه. يعني بيجيله سيجنال من الاي ار سنسور مثلا ان في حاجه عدت، فيبدا ياخد السيجنال دي، ولو عنده مثلا متغير بينكريمنت عليه بحيث ان يعرف عدد العربيات اللي موجوده، ويطبعها على الشاشه على LCD يقول مثلا ان في عربيتين موجودين في الجراج دلوقتي مثلا. وفي نفس الوقت برضه هو بيفتح السيرفو موتور اللي بتاع الانتري جيت عشان العربيه وهي داخله يتفتح لها الجراج، وبعد كده بيقفله تاني. نفس الوضع برضه بيحصل بالعكس، والعربيه طالعه الاي ار سنسور بتاع الخروج بيبعت سيجنال للمايكرو كنترولر ان هو في حاجه هتطلع، فبناء عليها يبدا نفس الموضوع بيعمله بالعكس، ان هو بيقلل المتغير اللي موجود واحد مثلا ويطبع على LCD بقى بس عربيه واحده في الجراج. وفي نفس الوقت بيشغل السيرفو موتور بتاع الاكزيت عشان
يعرف يفتح الجراج للعربيه ان هي تطلع منه. وجزء اساسي من شغلنا ان احنا بنتعامل مع الداتا شيت بحيث نعرف مكونات المايكرو كنترولر من الداخليه عشان نتعامل معاها. يعني هنا مثلا انا عندي دي البين ماب بتاع المايكرو كنترولر، بيتكون من 40 بن. ولو لاحظنا مثلا ان هو بيتكون، دي حاجه جوه الامبيدد سيستم شويه، ان احنا بيتكون عندنا من بورتات، كل بورت بيكون 8 بنز. فمثلا عندنا هنا BA 0 لحد 7 مثلا، ده من بورت A1، من ده بورت A، وبورت A بين 0 وهكذا. يعني اللي بين الاقواس ده alternative function، ان هو ممكن يأكت as an ADC. يعني دي حاجه هنشوفها كمان شويه. لو جينا نبص هنا على الداتا شيت، فاحنا هنلاقي ان هي بتتكون من كذا حاجه، زي مثلا البين configurations اللي كنا شايفينها من شويه، واجزاء كتير جدا زي الانتربتس والانبوت اوت بوردز. فاحنا ممكن ناخد نظره سريعه كده عن الانبوت اوت بوردز وبتعمل ايه بالظبط. فهنا مثلا لو انا حابب ناخد مثال صغير، لو انا عندي لمبه متوصله ببورت A مثلا 0 وحابب ان انا انورها او كده، فبيكون في بروسيس لازم امشي عليها. لازم الاول بخش هنا على حاجه اسمها الداتا دايركشن ريجستر، وبحدد نوع البن، الرقم البن اللي هشتغل عليها. ولازم بحدد حاجه من الاثنين، اذا كنت هشتغل انبوت ولا اوتبوت، اذا كنت هستقبل سيجنال من بره واحللها، او اذا كنت انا هبعت سيجنال لبره. ففي الحاله دي انا عايز اتحكم في اللمبه، فانا هبعت سيجنال لبره سواء 1 أو 0 عشان انور اللمبه واطفيها. فانا مثلا موصل اللمبه على البورت A 0 مثلا، فهاجي هنا واكتب 1. دي هتخليني اخلي اتجاه العمليه ان هو يكون اوتبوت. فهكتب هنا 1، دي اول حاجه. وبعد كده عشان بقى انا كده لسه اللمبه ما قدتش، بس انا اتحكمت، حددت الاتجاه بتاعها. فبعد كده انا هقوم جاي كاتب على الريجستر ده اللي هو بورت A 0، هكتب هنا 1. في الحاله دي هو هيطلع فولت 5 فولت على اللمبه بحيث ان هي تقيد، ولو كتبت 0 فهو هيطفيها. فده اكزامبل بسيط يعني. وده كان مثال بسيط على ازاي بنتعامل الداتا شيت عشان نقدر نجيب الريجسترز ونعرف البورتس اللي احنا محتاجينها والبريفرنس. دلوقتي نرجع تاني للبروجكت بتاعنا. من ناحيه البروجكت بتاعنا من ناحيه السوفت وير، لازم اعرف حاجه مهمه وهي السوفت وير لايرز. السوفت وير لايرز دي هدفها باختصار ان يبقى فيها ابستراكشن ليفلز. يعني ايه؟ بكل بساطه ان اللايرز ما تكونش معتمده ببعضها. برضو يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا في الجراج سيستم دوت سي، ده الابلكيشن لاير بتاعي. هو توتالي فيه عباره عن بقول بس فانكشنز ملهاش علاقه بالمايكرو كنترولر او الهاردوير بتاعه ازاي بالظبط. لا، هو بيقول بس فانكشن ومش معتمد على اي حاجه تاني. وفي نفس الوقت اللاير اللي بتبقى اقل لاير هي بتبقى معتمده تماما على المايكرو كنترولر، وبيبقى محتاجه الديفلوبر اللي بيشتغل عليها يكون توتالي عنده كل المعلومات الكافيه عن المايكرو كنترولر. تاني حاجه لازم اعرفها ان اي هاردوير عشان اقدر استخدمه لازم اكتب له درايفر. ايه هو درايفر؟ ببساطه هو عباره عن سوفت وير اللي بينترفيس ما بين المايكرو كنترولر والهاردوير ده. برضو يعني ايه؟ عشان اقدر استخدم الهاردوير ده وكوميونيكيت ما بينه وما بين المايكرو كنترولر والهاردوير نفسه، فببقى محتاجه اكتب الكود ده. والدرايفر كاساس بيتكون من تو فايلز، الدوت سي فايل والدوت اتش فايل، وكمان ممكن يكون فيه دوت اتش فايل تاني بس ده بيكون فيه الكونفيجريشن. كمثال عندنا هنا ال LCD، عندي اول حاجه ال LCD configuration دوت اتش. الفايل ده هو بس بيحدد المود اللي انا هشتغل فيه في ال LCD، سواء كان 8 بت او 4 بت. يعني ايه 8 بت او 4 بت؟ انا ممكن استخدم ال LCD بوصلها ب 4 وايرز او 8 وايرز. هنا عندنا في ال LCD.h الهيدر فايل ده بيكون فيه السوفت وير انترفيسز اللي هي باختصار عباره عن الفانكشن بروتوتايبس وشويه ماكروز ديفينيشن. ايه هو الفانكشن بروتوتايب؟ هو باختصار ازاي اقدر استخدم الفانكشن دي واكلها، ايه الفاريبلز اللي هي بتاخدها وايه الفاريبلز اللي هي بتريتيرن. ننتقل دلوقتي لل LCD.c. هو الدوت سي فايل هو بيبقى فيه الاكشوال امبلمنتيشن لكل فانكشن من الفانكشنز اللي هي افيلبل في ال LCD.h. نيجي هنا مثلا للفانكشن بتاعه LCD initiate. الفانكشن دي هدفها ان هي تانيشيت ال LCD اللي بنستخدمها. نيجي هنا نلاقي هاشتاج if defined 8 bits mode بينفذ فانكشن على اساس الكونفيجريشن، سواء كان 8 بت مود او 4 بت مود، وكده كده الكونفيجريشن كان متحدد في ال LCD configuration.h. اللي فات ده كان عباره عن مثال لدرايفر لهاردوير كومبوننت اكسترنال مش في المايكرو كنترولر ذات نفسه. نيجي ننتقل هنا في هاردوير كومبوننتس بتبقى اوريدي موجوده على المايكرو كنترولر بتاعتنا وهي اسمها البريفرالز. نيجي مثلا في البروجكت بتاعنا مستخدمين الدي اي او ديجيتال انبوت اوتبوت، عباره عن الهيل بنز اللي بتبقى موجوده اللي بنقدر نوصل عليها كومبوننت. وهنا نيجي هنا الفايل الdio.h هو نفس الكلام، موجود فيه السوفت وير انترفيسز اللي انا اقدر استخدمها، هي شويه الفانكشنز اللي الفايل ده بيقدمها لللايرز الثانيه ان هي تقدر تستخدمها. والdio.c
هو في الاكتوال امبلمنتيشن بتاعها. ولكن في البريفرز لما اجي اكتب الدرايفر لاي بريفلر بيكون معتمد تماما على المايكرو كنترولر ستراكشر. نيجي هنا مثلا كمثال الفانكشن سيت بين دايركشن، ان انا احدد البين دايركشن سواء هي انبوت ولا اوتبوت، بيبقى محتاج البورت نيم وبيبقى محتاج البين نمبر وبيبقى محتاج الدايركشن سواء كان انبوت اور اوتبوت. ويجي هنا يعمل سويتش للبورت نيم، وعلى اساس كل حرف سواء بورت A بورت B بورت C بيبدا يعمل set اور clear وهكذا. نيجي بقى لاخر حاجه وهي الابر لاير خالص اللي هي الجراج سيستم دوت سي. كل اللي فات ده بيعمل له كولينج جوه الفايل ده، هو ده الابلكيشن بتاعي بالظبط. فنيجي هنا ندخل على المين دوت سي، في حاجات بنكولت وانس وفي حاجات بتبقى جوه اللوب بحيث ان هي تفضل تتكرر طول الوقت. اول حاجه بنعمل انيشاليزيشن لل LCD، بعد كده بنبرنت عدد الكورز اللي هي موجوده. في البدايه بيبقى فيه 0 كورز، وبعد كده بنحرك الكيرسر بحيث ان هو ينتهي من اخر حته هو كان واقف فيها بعد ما طبع there are 0 كورز ينتقل، وبعد كده تاني بيطبع جراج هاز سبيس. تمام، اللي هو بيقول للمستخدم ان هو تمام في مكان تقدر كورس تدخل. وصلنا هنا لجوه اللوب، هو ده الابلكيشن اللي هيفضل يتكرر الى ما لا نهايه. اول حاجه هو هيريد قراءه الاي ار بحيث ان هو يشوف هل في كور دخلت ولا لا، وعلى اساس كده بيبدا يزود الكاونتر ويطبع عدد العربيات اللي موجوده. بيفضل يكاونت لحد ما يوصل لان في 3 عربيات موجوده، ساعتها الجراج اسفل ومش بيسمح بمرور عربيات تانية. في حاله ان هو الاي ار التاني هو اللي قرأ، فمعناه ان عربيه هي هتخرج من الجراج، فبيقلل الكاونتر وبيطبع ان في سبيس وبيطبع عدد الكورز. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجه جديده، وشكرا جدا لوقتكم.